ايش قصة قرار ايبك جيمز واللي سبب كل هذه الفوضى وتغيير الدوات سواء في الميدل ايست او حتى في الريجنات الثانية، مثل الدو اللي فاز اول جيم في الجراند فاينل اللي راح جنتل وسعد سبلته. جنتل بيجيب الكل على فيصل، يا عمري جنتل جاب الكل، توبي والجنتل 6 كلات الجيم الاول. جنتل يفوز اول جيم في الجراند، يا ساتر. او حتى واحد من اكثر الدوات اللي مرشحه في اخر سيزونين، خالد وهيرو برضو سبلته. باقي سول اخر واحد 1 ايش هو هذا القرار وايش الدوات واللي راح نشوفه بناء على هذه التغريده من ايبك جيمز. ومن ناحيه ثانيه تخيل بانك تكون ستريمر للعبه فالورانت، فايز جيمك بسكور 27-10 وفجاه يجيك باند واتهام بانك هاك لايف قدام المتابعين. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Has Twitch gone down? My Twitch just got banned. كوانتي وتأهلوا للإف ان سي اس ونزوله وقريفوا البيتر بوت، رقم ريتا القياس الجديد في السولو سكواد، وقرار كاس العالم في الرياض بالتعاون والشراكة مع أكثر من 30 منظمة اي سبورت. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ايش مسوين؟ معاكم بوتر، رجعت لكم بفيديو جديد وعشان نتكلم عن كل شيء صار في اليومين اللي راحت. اوكي شباب، بالبداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الله يعطيكم ألف عافية على زيادة أكثر من 10,000 في خلال أسبوع واحد بس. وصلنا ل 73,000 مشترك والطريق مكملين بإذن الله لل 100,000 مشترك. فما راح أطول عليك في المقدمة، يا ريت تدعمني بلايك لأنه بيساعد بانتشار الفيديو بشكل أكبر، سبسكرايب للقناة لأنه زي ما نشوف في هذه النسبة قريب 60% من اللي بيشوفوا الفيديوهات ما هم مشتركين لحد الآن في القناة. طيب إيش قصة تغريدة ايبك جيمز والقرار الجديد اللي شفناه هذا السيزن واللي خلانا نشوف سنيكات وسبليتات بالهبل للأمانة من كل الدوات سواء في الميدل ايست أو حتى في الريجنات الثانية؟ طيب في البداية وإذا ما كنت تعرف، النظام القديم للإف ان سي اس كان بإنك تختار دو تلعب مع الأوبن، سواء قررت تلعب مع الأسبوعين كاملة أو إنكم تكونوا خارقين وتتأهلوا من أسبوع واحد، لكن النظام كان بإنك راح تكمل مع هذا الدو سواء في الهيتات والسيمي فاينل أو طبعا إذا تأهلتوا للجراند فاينل. بسبب لخبطة بسيطة صارت، شفنا تغيير من ايبك جيمز لهذا السيزن، وعلى الأغلب ما راح يتكرر في السيزونات الجاية بعد ما شفناهم نزلوا هذه التغريدة في يوم 25 أبريل. وزي ما نقدر نقول هذه التغريدة كانت بداية إعلان السنيكات والسبليتات، زي ما نقدر نشوف من ردة فعل التعليقات والكومنت على هذه التغريدة. طيب ايبك جيمز نزلوا هذه التغريدة على تويتر بيتكلموا فيها بأنه اختار الدو حقك بعناية، لأنه أي دو متأهل الأبر براكت يقدر حرفيا يغير الدو حقه، بس لازم يختار الدو الجديد، بس لازم الدو الجديد يكون في الأبر براكت كمان. نفس الشيء لللور براكت، إذا ودك تغير الدو حقك فيمديك تلعب مع دو ثاني بس لازم يكون في اللور براكت. وبمجرد ما أنت والدو حقك تلعبوا جيم واحد بس، فهذا معناه إنكم راح تكملوا على الأقل السيمي فاينل كامل مع بعض. وإذا جينا نطالع للجهة الإيجابية، فهذا القرار على الأقل سيف كوانتي، واللي هو لاعب من أمريكا وتكلمنا على موضوعه كثير في البثوث بعد اللخبطة اللي صارت له مع الدوات، وكان قريب إنه ما يتأهل من الهيتات. لكن شفنا هذه التغريدة على تويتر بأنه الاف ان سي اس مفتوح عنده حاليا، وزي ما برضو بنشوف في هذه التغريدة وبناء على كل اللي شفناه في الكشكبات اللي راحت، فكوانتي راح ينزلوا جريم على بيتر بوت. فخلينا نشوف في البثوث إذا تقابلوا أصلا، طبعا لأنه بيتر بوت بيلعب اوريدي في الأبر براكت. وهذا وقته أذكركم بأنه بثنا اليوم راح يكون الساعة 6 بتوقيت السعودية، راح نبدأ ونتفرج أيام الريبوت راوند للميدل ايست، بعدين نكمل اللور براكت، وبعدها راح نروح لأوروبا نتابع سافيج ومونجرال، وجدول البثوث بيكتمل في الليل ببث امريكا. طيب بوتر، ايش وضع الميدل ايست مع كل التغييرات اللي صارت؟ الميدل ما راح يختلف عن ان اي، بالعكس راح يكون اكثر فوضى وتغييرات اكثر في الميدل ايست. كمثال جنتل وسعد والدون الناس كثير حابينه للامانه، واللي فاز اول جيم في الجراند فاينل السيزون اللي راح. مع الزون مين اللي يفوز الجيم؟ اتوقع نمح في الهاي جراوند يا عيال، نمح في الهاي. اللي فازوا الكاشكب الاخير يكملوا يا عيال، يسووه الحين. ننزل تحت نشوف الطحن تحت يا عيال. جنتل وضعه بدأ يصير صعب، شكله الجيم صعب، شكله الجيم حقنا محشات.
الجيم يقول انه حقنا محل لحد الان. فكس عايش. طيب جنتل وسعد، جنتل وسعد، سمايك وسنو عايشين يا عيال. تصفى بين جنتل وسمايك في النهايه. فكس ليفل 2 يا عمري. فكس ايش لاقي فكس؟ مشاري جاب الكيل، ريو راح. فكس عايش 4 كيلات. جنتل عايش. الزون طالع فوق. اهين الزون. سعد جاب الكيل على سكي. 9 في الجيم. جنتل شال فكس. ما قصرت اقسم بالله يا فكس. توب 5 عيال جنتل. سمايكي وسنوي عايشين. حطيت فسمايكي راح. جنتل يا عيال ياخذ الهاي جراوند. جنتل في الهاي 4 كيلات. الدول وحيد والباقي سولوز. اعطيني جنتل توب في الشات. جنتل بيفوز الجيم. سعد خلاوان يا عيال. جنتل بيجيب الكل على فيصل. يا عمري جنتل جاب الكل. توبي والجنتل 6 كيلات الجيم الاول. جنتل يفوز اول جيم في الجراوند. يا ساتر. اوه شيت يا عيال. ليتس جو. اوه ماي جاد. جنتل الجيم الاول. جنتل الجيم الاول. شات ليتس جو. شفنا هذه التغريدة نزلها خالد على تويتر، واللي للأمانة صدمت ناس كثير، لأنه وقتها ما حد كان يعرف بالسبليت اللي صار بين جنتل وسعد، خصوصا إنه جنتل وسعد كانوا جايبين المركز ال 13 اوفر اول في السيريس بوينتس ليدر بورد. خالد وسعد راح ينزلوا جهة كلاسي، ووقتها الناس كانوا بيسألوا طيب جنتل راح مع مين وهيرو راح مع مين؟ بالنسبة لهيرو شفنا نزل هذه التغريدة بأنه راح يرجع مع الدول اللي لعب مع السيزون اللي راح، وبدعوا في الميجر الثالث وتأهلوا لكأس العالم. هذا غير اللي سووه في جيمر زيت واللي هو فهد. شوف واحد فوق بطيح يمكن طيح. هسه بس زون ترى سولو فوق. انزل له شوي. ايه را كمل له هيرو. في بريك في ناس على ونا. صبر ايش كان 6 بيلز. اخذت ولا مجهز جديد. ما عندي مسولف. امسك. شوف ورانا طيح. معك شوف على ونا هنا. كس معي على خمس ومبل بس هدد 0 تعال بسرعة. ومبل دبلكس 1 2 3 شيلوا عاد ما يحتاج 50 ما تسوي حلوه انت ورانا حي يطلع فوق يروح حي جاك. ما تسي 100 ما تسي 100 زد نايس يروح. ما في هدد نايس هاي زد. باقي سول ها سولو اخر واحد 1 طيب اما بالنسبه لجنتل فراح نشوفه يلعب مع سنوي بعد هذه التغريده اللي شفناها على تويتر. وللامانه ورغم انهم ما لعبوا مع بعض ولا صار بينهم براكتس، فالحكم راح يكون في الهيتات. وللامانه اتوقع بانهم ما راح يحاولوا يتاهلوا من اول ابر عشان يلقوا فرصه اكثر يتعودوا على بعض، خصوصا مع قله البراكتس الفتره الاخيره بسبب قوانين ايبك جيمز. في بث اليوم راح نشوف دوات كثير جديده حتى ما شفنا عنهم في تويتر، والعدد الاكبر طبعا راح يكون في اللور براكت. بثنا الساعه 6 وخليني اعطيكم ريكاب على السريع ايش اللي راح يصير اليوم في السيمي فاينل او نص النهائي. راح يلعبوا اليوم الابر براكت واللور براكت في نفس الوقت. كل الاجيام راح تبدا الساعه 6 بس راح نركز طبعا على الابر براكت او الجزء العلوي واللي راح يلعبوا فيه توب 50 دو واللي كانوا متصدرين السيريس بوينت ليدر بورد. هذول ال50 دو راح يلعبوا 5 ايام بنظام الريبوت راوند كلاسيك. ايش معنى بوتر؟ اللي يفوز بكل جيم راح يتاهل على طول للجراند فاينل. يعني اليوم راح يكون عندنا 5 متاهلين للجراند فاينل بالاضافه للي متاهلين من اللور براكت واللي راح نتابع اخر 3 ايام لهم. فالنظام حيكون بانه اللي يتاهلوا من اللور براكت حيلعبوا بكره في الجزء العلوي يوم السبت. خلونا نشوفكم اليوم الساعه 6 في البث على تويتش، واباك تنزل التعليقات وتكتب لي تحت مين ال5 دوات اللي تتوقع راح يتاهلوا ويحجزوا اول مقاعد لهم في الجراند فاينل. اوكي شباب، تخيل بانك تكون ستريمر في لعبه فالورانت وعندك اكثر من 100,000 مشترك، وفجاه وبسبب بس انك فزت بجيم ب 27 كيل يجيك باند قدام الناس وقدام المتابعين بانك هاك على تويتش. هذا اللي صار بالضبط مع دكتور فريز واللي هو ستريم للعبه فالو، وبنفس الوقت عنده 100,000 مشترك في اليوتيوب واشتهر بسلاسل كثيره منها انه يوصل رانكات عاليه زي الدايموند والامورتال وحتى الراديانت باسلحه زي الشورتي او حتى الفرنزي. يعني بث بشكل طبيعي على تويتش، لان هذا فجاه اللي صار لقم باند لايف قدام المتابعين على تويتش.
Is You my can't kill him. Watch this one side. Yeah. This is how you one side him. Can you hear me? Yeah. Can- Yeah, I can hear you. What? Has Twitch gone down? My Twitch just got banned What? for cheating in a multiplayer game. You're joking. No, I'm not. دكتور فريز جاله هذا الايميل بانه تم تبنيدك لانك بتستخدم هاك ولانه بنحاول نحمي المجتمعات حقتنا من الناس اللي زي كذا. المشكله ما كانت حرفيا في الباند اللي جاء، المشكله الاكبر والفضيحه للامانه لما انفك الباند عنه وهذا الايميل اللي جاء من تويتش. يعني للامانه امور زي هذه مفروض تنترك للعبه او لانظمه الانتي شيت واللي هي بتمسك الهاكات في الالعاب، لكن حرفيا الايميل اللي جاء اعتذار من تويتش على الباند اللي جاء قدام الناس، وبانه تخيلوا واحد من فريق تويتش راجع الفوتس او الفيديوز وبعد ما شيك على الفيديوهات قرر بانه دكتور فريز فعلا ما كان يستخدم هاك. هذا الشيء للامانه بنضاف لاشياء كثيره ركيكه قاعد تصير من تويتش الفتره الاخيره بتاثر على هذه المنصه، خصوصا مع دخول منافسين قويين جديدين في السوق كيك كاكبر مثال. طيب والحين خلينا نروح لاخر موضوع عندنا في هذا الفيديو واللي هو خبر حلو للامانه ويشرفنا كلنا كعرب، واللي هو الانجاز ورا الانجاز واللي قاعد نشوفه من كاس العالم للرياضات الالكترونيه واللي راح يكون في الرياض. بعد ما اعلنوا عن 60 مليون راح تكون البرايس بول لكل الالعاب، وبرضه اعلنوا عن البرايس بول اللي راح يكون لاكثر المنظمات واللي راح تجي مراكز وانجازات في هذه البطوله. الان بنشوف اعلان شراكه ودعم لاكثر من 30 منظمه وكلان اي سبورت. في الصوره هذه بنشوف المنظمات واللي جاء لها الشراكه، وسمعنا تسريبات عن دعم يوصل ل6 ارقام لكل المنظمات عشان تساعدهم في المنافسه في كاس العالم. طيب ايش فائده هذا القرار للسين والوضع لعبه فورتنايت الحين؟ معظم هذه المنظمات واللي ما كانت داخله في السين عندنا راح يدخلوا بكل قوه، وراح نشوف تعاقدات كثيره في الفتره الجايه، واللي بداها كارمين كورب باعلانهم الكبير بانهم وقعوا مع ميرستش وماليبوكا ابطال FNCS اوروبا والمتاهلين لكاس العالم في تكساس في امريكا. كارمين كورب في حاله ما تعرفهم واحد من اشهر الاتيام الاوروبيه، هو تيم فرنسي وعندهم روسترات قويه سواء في فالورانت ليج اوف ليجندز، وعرفناهم اكثر شيء في السين عندنا العربي في لعبه روكيت ليج. طابك تكتب لي في التعليقات مين تتوقع باقي المنظمات اللي راح تدخل عندنا الكوم في لعبه فورت، ومين الاسماء اللي تستاهل تخش لهذه المنظمات، وهل راح نشوف حركه اكثر في السين العربي مع كل ذا التطور اللي صاير بسرعه. وفي النهايه هذا كان كل اللي عندي في الفيديو لهذا اليوم. نعيد ونذكر بث اليوم راح يكون الساعه 6 باذن الله بتوقيت السعوديه. خلونا نشوفكم، هذا رابط قناتي على تويتش وراح احطه برضه في صندوق الوصف، ويعطيكم الف عافيه على المشاهده. خلونا نشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.